ماتش الاهلي وصن داونز، انا اقول لك الشوط الاول جيد جدا للنادي الاهلي. بدأ ضاغط على صن داونز، قدر بضغطه ان هو يغلط دفاع والحارس بتوع صن داونز، وكان واضح قوي ان الحارس كان مهزوز. قدر كهربا ان هو يستغل الموضوع ده وضيع اكتر من كوره، وبيرسي تاو كمان استغل طلوع الحارس الغلط واخد منه ضربه جزاء شاطها علي معلول، بس للاسف ضاعت. هنا بقى كانت نقطه تحول الماتش ونقطه تحول علي معلول نفسه. تحس ان هو خرج بره الماتش، وده كان واضح عليه جدا. عادي يعني يا معلول، انت مش اول ولا اخر واحد تضيع ضربة جزاء. الاهلي عمل اكتر من هجمة بس للاسف ما قدرش يسجل ولا كورة. كهربا في العارضة وبيرسي تاو في العارضة وضيعنا اكتر من كورة. الاستحواذ والضغط والهجوم كان من الاهلي، بس ما كانش فيه توفيق. الاهلي حرفيا عمل كل حاجة، وخلص الشوط الاول 0-0. ما تنساش تدوس لايك. الشوط التاني بقى